قصة واقعية حصلت مع مغترب في أمريكا. المغترب هذا معه أرضية على شارع وجولة، وأرضية ضخمة قوي. جاء من أمريكا من الغربة، وصل اليمن، تفاجأ فيها قد 6 دور معمورة. كيف يعمل؟ هو داري إن القضاء في اليمن صف، ما عرف شي لا طريقة، حتى إن شاء الله لو يجلس يشارع طول عمره وطول عمر أولاده ما عرف شي لا طريق. كيف يعمل؟ كيف يسبر؟ قالوا وينو صاحب العمارة هذا؟ قال لا عند صاحب العمارة. قال عند صاحب العمارة. قال ايوه. قال يا اخي اشتي استأجرها منك. بكم عتأجرني بالشهر؟ قال عتأجرك بالشهر من $2000. قال عتأجي لك $4000. شوف كيف استخدم عقله، وكيف تخارج من صاحب العمارة، وكيف خارج نفسه. قال انا عتأجي لك $4000 في كل شهر. قال اشتي 6 أشهر مقدم. قال 6 أشهر مقدم ادفعها لك الان، قال لكن لا تجيني الا بعد 6 أشهر. وكملوا. دخل سكن الرجال رحله ولا عدد شافه صاحب الفندق. عين مشتري براحته، وباع واشترى. الاصل البصيره عنده، بصيره صاحب الارض عنده. وكمل ورحله امريكا. جاء صاحب الفندق بيعين. وين هذا اللي اجرته؟ قال ايش من اجرته؟ ايش من خبر؟ قال انا اجرت لمده 6 أشهر اشتري الاجاره. من خبر وش من قد الرجال باع، وهذا بصيره وهذا ما يثبت. لكن انا في عقليتي كيف استخدم العقل وكيف استخدم الرزانه. الصبر هذا الذي يعني ذي صبر هذا الصبر كله، وكيف اخذ حقه بدون اي زعل. اخذ حقه بطريقه فنيه.